خليك معايا كده وحضر قهوتك وركز، مش علشان الكلام اللي جاي تقيل، لا، علشان اللي جاي هيقلب الطاولة. أنا النهاردة مش هشرح سياسة ولا اقتصاد ولا جغرافيا، أنا هحكي لك إزاي إمبراطورية بتنتحر وهي فاكرة إنها بتضرب. لما أمريكا قررت تبيع الجميع فالجميع قرر يبيعها. أمريكا من كام سنة قررت حاجة بسيطة جدا: أنا مصلحتي أولا والباقي يولع. رسوم جمركية، تهديدات، ابتزاز، لغة تعالي، وعقلية أنت محتاجني غصب عنك. بس اللي واشنطن نسيته إن العالم اتعلم يمشي من غيرها. الحدث الأخطر: خروج كندا من العباءة الأمريكية. وده مش خروج، ده خيانة استراتيجية في عرف واشنطن. خليك فاكر حاجة: كندا مش مجرد دولة جارة لأمريكا. كندا كانت الولاية الاقتصادية رقم 51. أكلها من أمريكا، سياحتها مع أمريكا، سياراتها مع أمريكا، علاجها مع أمريكا. يعني لو أمريكا عطست كندا كانت بتدخل العناية المركزة. ترامب بقى عمل إيه؟ هدد بالضم، هدد بالرسوم، هدد بمنع صادرات، تعامل معاهم كأنهم محافظة مش دولة. فكان الرد الكندي بسيط بس مرعب. مارك كارني بقى عمل إيه؟ راح للصين، العدو اللدود لواشنطن. مش زيارة بروتوكولية، مش صورة والسلام، لا، دي زيارة كسر عظام. وتشي جين بيانج فتح له الباب، ولا كأن أمريكا موجودة أصلا، ولا تاريخ ولا حساسيات ولا حسابات. الضربة الأولى: السيارات الكهربائية. ترامب عرف الكوكب بإيه؟ بالرسوم الجمركية. طب خد بقى عندك يا عم ترامب، كندا خفضت الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 100% ل 6.1%. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البي واي دي والام جي داخلين السوق الكندي بقوة، وتسلا وفورد قاعدين يعدوا الخسائر. واللي بيفهم اقتصاد يعرف لما السلعة تتحول من أساسية لرفاهية بتفقد أكتر من نص حصتها في السوق. الضربة الثانية: الكانولا. هنا بقى الوجع الحقيقي. الصين ردت فورا وخفضت الرسوم على بذور الكانولا الكندية من 85% ل 15%. والكانولا دي عمود الزراعة الكندية ومصدر دخل الملايين. محصول كان مات بسبب الاعتماد على السوق الأمريكي. فتح السوق الصيني سوق ملياري ودخل إضافي 4 مليار دولار سنويا. مزارعين كانوا غرقانين ديون بقوا شايفين النور. وكارني بقى بطل شعبي وأمريكا بره اللعبة. نروح بقى للسياحة، ودي السكينة الهادية. الصين لغت تأشيرة الكنديين وزودت الرحلات وفتحت مسارات بحرية. يعني السائح الكندي اللي كان بيروح نيويورك هيروح شنغهاي وكانكون الصينية، وأرخص وأكتر تنوع. وده السحب من جيب أمريكا بس من غير صوت. ورد فعل ترامب بقى: أنا مش فارق معايا. كالعادة دراما كوين، وأصل الاهتمام ما بيطلبش. قال لك أنا مش مهتم واتفاقياتهم كويسة. بس بعدها بيومين الممثلة التجارية الأمريكية تطلع تقول إحنا هنجوعكم. بس لا كندا ردت ولا حد اهتم. طيب ليه؟ علشان الاتفاقيات بين كندا والصين دخلت حيز تنفيذ فورا. راح ترامب بعدها غير الخطة من تهديد لاستعطاف، وفجأة دعوة لمارك كارني للمشاركة في مجلس السلام. ولكن الرد الكندي: هندرس وهنفكر ونرد بعدين. يعني بالبلدي كده اقعد مكانك واهدى كده. بس السؤال هنا: هو ده اسمه استقلال اقتصادي ولا كندا كده بتستبدل وصاية بوصاية جديدة؟ لما الاتحاد الاوروبي بقى قرر يزوغ راح لاتفاقية ميركوسور. فبالرغم من كل اعتراضات بعض دول الاتحاد زي فرنسا وبولندا على اتفاقية ميركوسور، ودي اتفاقية تجارية بين الاتحاد الاوروبي ودول امريكا اللاتينية زي البرازيل والارجنتين وأوروجواي، تتيح للاتحاد الاوروبي استيراد كافة المحاصيل الزراعية الموجودة عند الدول دي في صورتها الزراعية، ثم عودة تصدير المصنعات منها بعد الحصول على احتياجاتها. وكذلك اللحوم. خد بالك يا عزيزي ان الغذاء موجود في جنوب العالم: الزراعة، الدواجن، اللحوم الحمراء، الزيوت، الحبوب والاخشاب. وشمال العالم بارد وفقير غذائيا. وبما ان امريكا بتعتبر نفسها انها تملك القارة الجنوبية فده شيء عمل لهم جنان. طيب ليه؟ لان دول ميركوسور مش هيبقى عندها حصلات تديها لامريكا. وكمان الاتحاد الاوروبي خفض الرسوم الجمركية عليها ل 11%، في حين ان ترامب فرض عليهم 50%. وفي المقابل امريكا اللاتينية خفضت الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الاوروبي. وبالتالي كل ده بياكل من حصة العم سام سواء في التجارة مع امريكا اللاتينية او الاتحاد الاوروبي. وتحولت الرسوم الجمركية من سيف بيحارب بيه الجميع لخنجر مسموم طعن بيه نفسه. حتى ال 10% الرسوم الجمركية اللي فرضها امبارح على الدنمارك والنرويج وهولندا وبولندا والسويد وغيرهم علشان يضغط عليهم للاستيلاء على جرينلاند هترد في صدره تقتله، لانهم فورا هيتجهوا للبديل. ترامب استخدم الرسوم كسلاح، بس السلاح ضرب في وشه، رفع الاسعار داخليا، فقد الحلفاء، خلق تكتلات ضده، بقى بيطعن نفسه وهو فاكر انه بيكسب. لما الرسوم تفشل والضغط يفشل والتهديد يفشل يبقى الحل الاخير القوه. ضغوط على جرينلاند، تعريفات على اوروبا ترد، الناتو يتصدع، امريكا تبقى لوحدها. وساعتها يا اما تراجع يا اما حرب يا اما انهيار النظام العالمي اللي اتبنى بعد الحرب العالميه. امريكا ما وقعتش بس بتنزف، مش من عدو لكن من نفسها. والعالم اتعلم يمشي من غير ما يبص وراه. السؤال بقى: هل اللي بيحصل ده بدايه نهايه الهيمنه الامريكيه ولا مجرد جوله واشنطن هترجع اقوى؟ ولو انت مكان كندا كنت تكمل مع امريكا رغم الاهانه ولا تروح لاي بديل حتى لو كان الصين؟ ولو امريكا خسرت الاقتصاد هل هتقبل بالخساره ولا التاريخ بيقول انها دايما هتختار الحرب؟ لحد ما نشوف الكلام على ايه ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام عمر.
ودايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.